السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. من فيكم بقى لسه ما عملتش الفسيخ؟ يلا بسرعة، لو لسه ما ملحتوش الفسيخ العيد، أكلة العيد المفضلة. تعالي يلا بسرعة شوفوا الفيديو ده كده، وحطي لي لايك حلو من ايديكي، واعملي لي اشتراك وشوفوا الفيديو وشجعوني، واحنا كمان نشجعكم وهنعمل مع بعض أحلى فسيخ. حبيب قلبي وحشتوني كتير من آخر فيديو. تعالوا بقى النهاردة الفيديو بتاعنا مميز وجميل. بصوا بقى، البوري بتاعي أنا غسلته كويس بمية فترة زي دمع العين كده، وحطيته في مصفى يتصفى زي ما انتم شايفين قلب الراس السمكه لتحت. تمام. وجبت بقى حاجتي جنبي، جبت الجردل بتاع البلاستيك، حطيت فيه كيسين بلاستيك نضاف كبار، وجبت الملح. انا هستخدم ملح ناعم لان ما لقيتش خشن، فقلت اجيب ناعم. وعندي ليمونتين، وعندي شويه شطه وشويه زيت، وعندي بقى جايبه قالب طوب كده، حطاه في ايه، لفاه في كيسين 3 كده، وهتشوفوا هنعمل بيه ايه في الاخر. تمام. السر النهارده في القالب الطوب ده، عشان تعرفوا هو بيعمل ايه وفايدته ايه، وهطلع لك فسيخ زي الزبده وزي العسل. تمام كده، تمام كده. صلوا بينا على النبي يا ولاد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالي يا ست الكل بقى، هنفض شويه ملح كده على الصينيه بتاعتنا، زي ما قلت لكم ان ده ملح ناعم. تمام. بصي، هو يعني الاصل في الفسيخ الملح الخشن، بس الملح الناعم برضو مش هيقول لا، احنا هنحط منه بس مش هنكتر بقى، لان الملح الناعم بيزود الملوحه شويه، فهنخلي بقى هنعمله بحكمه شويه، مش هنزود الملح. تمام. عايزه اقول لكم جربته قبل كده كتير، وطول عمرنا بنعمله بالطريقه دي، والله العظيم زي الفل وزي العسل، وبيطلع احلى فسيخ زي الزبده. تمام كده. يلا حبايبي صلوا على النبي كده واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الفسيخ بتاعنا متصفي، ما فيهوش اي ولا نقطه ميه من جوه خالص، انا مش منشفاه من بره. تمام. هتقولوا لي لا ده لازم يتنشف، وامسكوا قماشه ونشفي، ولا نشري في الشمس، ولا الكلام ده كله؟ لا، هو بصوا انا مصفته بس مجرد ان الميه تتصفى منه وخلاص. هنعمل ايه؟ هنحشي كده الفسيخه النخشوش، ومش هنكتر عشان انا قلت لكم ان ده ملح ناعم. بصوا شويه كده بين صوابعيني كده، بين 3 صوابعين كده اهو، مش كتير ولا حاجه، ما تكتريش عشان ما يروحش منك ملح، ملح زياده ويبقى شرش وما يتاكلش. بس كده، بس كده. شوفوا شايفين سهل ازاي؟ احنا حطينا الملح وحطينا عليه الشطه وقلبناهم وحشينا النغشوش كده حشو خفيفه، وبنقلب البوريه بقى في الملح بالشطه كده، وعلى قد ما تشيل، بصوا نفضتها كمان اهو، على قد ما شالت بس. تمام كده. تمام كده. هنحط بقى الرز في الجردل بتاعي بالاكياس اللي احنا حاطينها في الجردل كده، وهنرص بقى صفة، وهنرجع تاني بعد ما نرص الصفة دي نرص الصفة التانية خلف خلاف، وهتشوفوا معانا في الفيديو بالتفصيل. ويا رب بقى الفيديو بتاعي يعجبكم والطريقة بتاعتي تعجبكم، والله العظيم طريقة مضمونة 100% وناجحة 100%. احنا عاملينه كتير طول حياتنا، طول حياتنا، وانا بشوف امي بتعمله بالطريقة دي من يوم ما وعيت على وش الدنيا. وكانت امي الله يديها الصحة مشهورة بالفسيخ، اول واحدة اتعلمته في العيلة بتاعتنا، من اشهر فسخانية في بلدنا، وكانت بتطلع نتيجته زي العسل، وكل العيله اتعلمته منها بعد كده. تمام. انتوا كمان لو عملتوه بالطريقه دي هتعتمدوه، صدقوني والله العظيم طريقه روعه روعه روعه. بصوا بس كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. حطوا بقى الرز كله في الجردل بالطريقه السهله دي اعمليه في بيتك، بلاش تشتريه. انا اشتريته قبل العيد باسبوع، كان ب 170 جنيه الكيلو. وبص بقى يعني غالي، فدلوقتي برضو السمك دلوقتي غالي نار برضو، فانت ما تشتريه سمك ني كده وتخلليه او تملحيه انت في البيت، يبقى اوفر لك وانضف لك واحسن لك من ما تشتريه من بره بكتير. واعمليه بالطريقه دي وكلي منه وادعي لي ان شاء الله هنفتحه مع بعض معاكم. الفسيخ ده هياخد معانا 10 ايام وهنفتحه. ممكن بصوا بقى يا يوم العيد، هو يوم العيد هيبقى له 10 ايام، انا بس اخرت على ما نزلته يومين لان ما كنتش فاضيه. المهم 10 ايام هيبقى يوم العيد هنفتحه، يا اما يوم العيد يا اما تاني يوم العيد، هيبقى استوى وهيبقى زي الفل. انا لفاه وحطاه في مكان دافي، وكمان هو مش كبير قوي، هو حجمه وسط، هيبقى زي العسل. تمام كده. تمام كده. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. حبايب قلبي، رصيت اول رصه وتاني رصه خلف خلاف، يعني الراس فوق الديل والديل فوق الراس. بس كده حبايبي بالشكل ده كده خلاص خلصت كل كمية البوري اللي معايا. عندي بقى عصير ليمونتين كده، ليمونتين يعني خضر كده هعصرهم، وهضيف بقى ايه، عندي شوية زيت كمان احطهم على الوش كده، وهقفل عليه، وبكده يبقى عملنا احلى فسيخ للعيد، اكلتنا المفضلة اللي بنموت فيها. الشعب المصري كله بيحب الفسيخ. والملوحة بقى والسردين والحاجات الحادقة دي طالعين من رمضان بقى، زهقنا من أكلات اللحوم والطواجن بقى والحاجات الدسمة دي، فقلنا عايزين نغير أكلة حادقة وحمشة كده تفتح نفسنا في العيد.
بس كده، شايفين سهل ازاي، ما خدش وقت ازاي، وهناكل احلى فسيخ هيبقى زي الزبده ان شاء الله. نفتحه معاكم باذن الله. نزلت لكم الطريقه عشان اللي لو لسه ما عملتش وشافت الطريقه وحبت تجرب، جربي وقلبك جامد والله العظيم، طريقه ناجحه جدا جدا جدا. جربيه وعلى ضمانتي وادعي لي. تمام كده. بس اهم حاجه اللايكات يا حبيب قلبي، اللايكات اوعوا ما تحطوليش لايكات. تمام. بس كده نقفل بقى كويس. اي هوا طبعا بالكيس كده بضغط عليه من تحت وانا لفوق كده، اي هوا فيه طلعته، اي هوا يطلع منه، وبعدين اقفل عليه كويس واكمره بقى. اهم حاجه القفله دي ما يدخلوش اي هوا عشان يبقى فسيخ حلو بطريقه سليمه ومظبوط معاكي. اهم حاجه برضو القفل عليه. بس كده، اقفل كويس قوي قوي بالشكل ده كده. خلاص ما فيهوش اي هوا كده. هلم بقى الكيس التاني عليه. بس كده. ممكن تعمليه في زي ما انا عاملاه كده برضو، في حطيه في علبه بلاستيك مثلا. لو انت جايبه يعني 2 3 كيلو مثلا، حطيه في علبه لو عندك علبه بلاستيك كبيره. تمام. ما عندكيش ممكن تعمليه في برطمان بلاستيك او برطمان ازاز برضو، بيبقى زي العسل وزي الفل. السر بقى في قالب الطوب ده، بيكمر الفسيخ. لما يستوي معاكي تشيل الفسيخ هتلاقيها معلمه في اختها كده، ويبقى ما يبقاش منفوخ. تمام. بيديكي نتيجه حلوه قوي قوي قوي. انت بص، مش شرط قالب طوب، ممكن اي حاجه تقيله عندك حطها عليه. تمام. ده كان الفيديو بتاعي ده.